تفضات مع الام ديالها، ومن بعد غادي تقطعها وغادي تاخذ الراس ديالها غتدخلو الفران، غادي تشوطو، من بعد غادي تحطو في الفريغو. السلام عليكم وتحياتي لكم كبيره ومرحبا بكم معايا في قضيه جديده. القضيه تاني ديال اليوم كتألم في الخاطر. تخيلوا معايا محاميه غادي تشد الام ديالها وغادي تفضي معاها بواحد الطريقه اللي وحشيه. خليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل ديال هذه القضيه من الاول حتى الاخير. وباش غادي نبداو الاحداث غادي نمشيو عند هذه المحاميه. هاد المحاميه غادي تزوج تقريبا شي جوج ديال المرات. الاولى غادي يرزقها الله بجوج ديال البنيتات، ولكن للاسف الطليق ديالها غادي يرفع عليها دعوه وغادي ياخذ الحضانه. من بعد غادي تدوز واحد الفتره وتما غادي تعاود تاني تزوج وغادي يرزقها الله بواحد البنيته. من بعد ما غتكمل 3 ديال السنين تقريبا غتاكل شي حاجه وتما غادي تهزها وغادي تديها للسبيطار، ولكن للاسف كان واحد الخطأ طبي، تما غادي توفى البنيته. هنا هاد المحاميه اللي الاسم ديالها سالي غادي تبدل حياتها، وهنا غادي تبقى تلوم الام ديالها لان كتقول الام ديالها هي سببها في تكلت بنتها هذاك الشيء. المهم المحاميه هنا غادي تحول حياتها كلها جحيم، وغادي تولي عصبيه وغادي تبدا تخاصم على اي حاجه. تقريبا بحال عندها جوج ديال الشخصيات، مره كتلقاها واحد الانسانه اللي ظريفه وزوينه والمعامله ديالها كانت زوينه، ولكن من بعد كتلقى واحد الانسانه اخرى واحد المعامله اللي كتكون خايبه. وكيف قال واحد الجار اللي شهد، قال باللي هاد سالي واحد المره هو ما كانش كيشوفها ديما. كانت البارتما ديالها كانت حدا البارتما ديالو، هي هذيك البارتما ديالها بالاسم ديالها، ولكن ما عايشاش فيها، كتجي لها غير مره في العام او لا جوج ديال المرات في العام. كتاخد مثلا شي قضيه في هذيك المدينه وكتمشي ليها. هاد المره هذه فاش غادي توقع الواقعه غادي توقع في هاد البارتمانيت بالضبط. المهم كيقول واحد المره فاش جات وتما اول مره غادي يشوفها، غادي تقول لي عافاك واش ممكن تحط واحد السطل ديال الماء لاننا بغينا نسيقوا الدروج. المهم بواحد الطريقه اللي زوينه، هو عجبو الحال، واحد المره اللي كتهضر معاه بالادب وبالصواب. المهم حط لها السطل ديال الماء ومشى في حالته. واحد المره كيسمع مرتو كتخاصم مع واحد الجاره. هنا هو غادي يسول مرتو، غادي يقول لها مالكي، غتقول ليه راه الجاره اش قالت وراه كتخاصم وكتعاير بواحد الطريقه اللي خايبه. المهم هما كانوا مخاصمين تقريبا على واحد السطل ديالهم ديال الزبل، كانوا حاطينه حدا الدار ديالها، ما بين البارتما ديالهم وديالها كانوا حاطين واحد السطل. وكيف قلت لكم هي راه ما كتكونش ديما، ولكن في هذيك الفتره ما عجبهاش الحال وبدات كتخاصم. هنا هذاك السيد اولا الجار ديالها غادي يخرج وغادي يمشي لعندها باش يفهم الموضوع، وفي نفس الوقت باش يقول لها علاش تتهضري مع مرتي هكذا. ولكن لقاها هي سخونه تما، غادي تبدا كتغوت عليه وغادي تهز شي حوايج وغادي تبدا كتضرب بالحجار، اي حاجه لقاتها قدامها غادي تضربه. وتما غادي ياكل واحد الدقه حتى غادي يسيح ليه داك السائل الاحمر. تما غادي تخلع وغادي يدخل لدارو لان عنده حتى هو وليداتو صغار. غادي يسد وغادي يعيط للامن. فعلا الامن كيحضروا ما كيتعطلوش. الجار غادي يخرج عند الامن وغادي يقول لهم شنو كاين بالضبط، وغادي يحاولوا يدقوا عليها باش تخرج باش تمشي معاهم. ولكن للاسف هي ما غاديش تخرج وما غاديش تهضر معاهم، كترفض. تما هذاك الجار غادي يمشي مع البوليس وغادي يدير لها محضر. من بعد الناس غادي يجيو لعندو وغادي يقولوا ليه عافاك تنازل على المحضر، راه السيده الله يعمرها دار، راه عندها غير مشكل، راه بنتها يلا توفات والحاله النفسيه ديالها ماشي هي هذيك. وطبيعه الحال الجار غادي يتنازل. تما الجار بقاو بزاف ديال الاسئله في عقله، واش نفس الشخصيه اللي كانت هضرات معاه من قبل او لا هما جوج ديال الخواتات، لانه كيقول السيده اللي كانت هضرت معاه النهار الاول واحد المعامله اللي كانت زوينه، ولكن السيده اللي هضر اللي وقع النقاش معها راه ما كتشبهش ليها في المعامله بتاتا. السيد بقى عنده شك ليومنا هذا. من بعد مني كيسول كيقول لهم واش هاد السيده هذه واش كاينه مع شي اختها اخرى او لا شي حد كيشبه لها، لان راه المعامله لا علاقه بالمعامله اللي تعاملت معاه من قبل.
ونسيت ما قلت لكم باللي راه الام ديالها راه كانت حاضره، يعني فاش وقع هذا المشكل، وكانت كتدافع على بنتها، وكان جات قدام هاد الجار وكتقول لي واش انت غادي تضرب زعما مراه، وكتدافع على بنتها بواحد الطريقه اللي كانت زوينه. المهم، سالي هي والام ديالها راه جاو غير يدوزو عطله في هذيك البارتما. المهم من بعد 9 ايام هنا فين غادي توقع الواقعه. هاد الجار كيقول باللي كان خارج هو ووليداتو، وتما غادي يتلاقى مع سالي حدا الباب. هو كان كيتفادى باش يشوفها او لا يتلاقى معها، ولكن داك النهار كان تقريبا الماتش وغادي يخرج هو ووليداتو. المهم غادي يمشيو للقهوه باش يتفرجوا. تما غادي يدوز من حداها وغادي يلقاها هزه جافيل يعني كتمسح وكتنقي، لان تقريبا ليله من قبل الجيران بداو كيتشكاو كيقولوا راه كيشموا واحد الريحه اللي ما زويناش في الشقه 43 او 42 بحال هكا. المهم هي فاش نقات الدنيا وهذا هذاك الجار فاش غادي يرجع الريحه بدات كتنقص. من بعد يعني الغد ليه الحد الجار تاني الاخر غادي يبدا كيشم واحد الريحه اللي كانت مجهده، الريحه غاديه وكتزاد لان كانت عندهم واحد الحراره. وما نعاودش لكم فاش كتكون الحراره وكتكون مثلا شي جيفه راه غادي تشمها موهلفين او لا غير الحوت، يعني غادي تشمو موهلفين. المهم الريحه كانت اللي كانت قويه عليهم بزاف. تما واحد السيد او لا واحد الجار غادي يعيط البوليس وغادي يعلمهم، غادي يقول لهم راه كنشم واحد الريحه اللي ماشي هي هذيك، لان اصلا الجيران كيف قلت لكم كانوا كيتفاداو سالي لان فايت مخاسمه مع شي واحد في التحت. المهم هما حاولوا باش ما يهضروا معاها ما يقولوا لها حتى شي حاجه. وبالاخص يعني هما راه كانوا شكاو في الجروب اللي كانوا دايرين ديال العماره، وسالي جاوبتهم وقالت لهم هذاك غير واحد الزبل اللي خلاته الام ديالي، وكيف كتعرفوا المراه كبيره انا راه غنحيدو وغادي نقي الدنيا. وهذيك تقريبا فاش هزات جافيل وبدات كتنقي ونقصت الريحه، ولكن الغد لي غادي تجهد عليهم ديك الريحه بزاف. انا غادي يحاولوا باش يتصلوا بسالي ولكن سالي ما كتجاوب، حتى غادي يجاوبهم واحد السيد وغادي يقول لهم هاد التليفون راه لقيته طايح في البلاصه الفلانيه هنا. يعني صافي غادي يعيطوا للبوليس والبوليس غادي يجي. وكيف كتعرفوا البوليس ملي كيشم الريحه راه كيعرف ديالاش مع الخبره ديالهم طبيعه الحال. المهم البوليس حتى هما حاولوا باش يتصلوا بها باش يهضروا معها، ولكن ملي ما لقاو حتى شي نتيجه. وكيف قلت لكم لقاو التليفون عند واحد السيد اللي كيقول لهم انا هاد التليفون اجو خذوه راه لقيته في البلاصه الفلانيه. صافي تما البوليس غادي يهرسوا الباب وغادي يدخلوا، وتما الصدمه القويه. غادي يلقاو اليدين مرميين في الصاله وتقريبا رجليها مسكينه دايرهم فواحد البلاستيكه او لا شويكيشه وحطاها وداتها يعني مصار الام ديالها دايرهم حتى هما في شويكيشه. ومهم الراس ديالها اللي غادي يلقاو في الفريغو واللي شداتو ودخلته للفران باش تشوه ليها الوجه ديالها وحتى شي واحد ما يعرفهاش. المهم الجيران كاملين تقريبا راه دخلوا وشافوا داك المنظر ومنهم هاد الجار، ولكن هو ما قدرش باش يكمل يشوف. الجيران الاخرين شافوا الراس في الفريغو وكل شيء، ولكن هو فقط شاف غير هادوك اليدين ودوك الرجلين تما صافي، والريحه كانت مجهده. غادي يرجع للشقه ديالو كيف كيقول وغادي يبدا غير كيرد. يعني داك المنظر ضرو في خاطرو، ومن ديك اللحظه يعني هز وليداتو وخواه هذيك البارتما ما قدرش مازال باش يزيد فيها. المهم الامن غادي يجمعوا دوك اليدين والرجلين والراس، المهم غادي يجمعوا داكشي كامل وغادي يدوها للتشريح. تما غادي تبدا الخدمه تاني ديالهم، غادي يقلبوا على سالي وغادي يلقاوها يعني خارج هذيك المدينه. غادي يدوها وغادي يبداو معها التحقيقات علاش دارت هاد الكارثه. سالي كتقول باللي الام ديالها كانت زوجات براجل اخر من بعد ما توفى باها، وكانت الام ديالها كتعاملها واحد المعامله اللي كانت خايبه. وهذاك النهار بالضبط غادي تخاصم هي وياها وغادي تعايرها وغتقول لها سيري راكي انت غير حمقى، سيري شوفي لك السبيطار، يعني حتى شي راجل ما بقى معاك، يعني حتى شي واحد ما بقى معاك، حتى بنتك ما بقاتش معاك. مهم يعني ما كاين شي واحد اللي غادي يجلس معاك. قالت لهم بقات كتهضر عليا بديك الطريقه، انا ما حسيتش براسي حتى خنقتها. من بعد يعني خنقتها شي 3 ديال الدقائق، من حيدات يديها كتبان لها الام ديالها مشات عند الله، وكتقول باللي راه نعسات حداها تقريبا حتى الفجر.
وفاقات وتما يعني فكرت شنو غادي دير، وقالت غادي نتقطعها باش تما تحاول تخرج، يعني كل مرة تلوح شوية هنا شوية هنا باش حتى شي واحد ما يلقاهاش، لان كانت عندهم الكاميرا تما في هذيك العمارة، يعني الا كانت مخرجاها ولا شي حاجه كلشي غادي يشوفها. وكيف كتعرفوا الام راه تقريبا كبيره في العمر ووازنه، ما غاديش تقدر باش تهزها وتخرجها. ولكن الجيران من بداو كيتشكاو بداو المهم شكوا باللي راه كاينه شي حاجه ما قدرتش باش تكمل، وتما هربات اخوات هذيك الشقه وخلات هذاك الشيء كامل في الدار اولا في هذيك البارتما. المهم هادشي ما كيبرر هاد الكارثه اللي دارت. بزاف ديال المحاميين اللي الاصدقاء ديالها كانوا يعني باغيين يدافعوا عليها، كيقولوا باللي يعني الحاله الصحيه ديالها ماشي هي هذيك. من نهار توفات بنتها وقع لها مشكل، وشحال مره هي حاولت باش تنتحر، يعني ماشي بالاراده ديالها باش دارت هادشي. وبزاف ديال المحاميين اللي قالوا لا غادي يدافعوا على الام ديالها، غادي يشدوا القضيه ديالها. وكذلك بزاف ديال الناس يعني في المواقع التواصل الاجتماعي اللي كان ما عجبهمش الحال، وبالاخص هي كانت كتطلع بزاف ديال المنابر اعلاميه وكانت كتهضر بزاف ديال البرامج وكتهضر على الام وكتهضر على حقوق المراه، وكانت يعني في جمعيات ديال حقوق المرأة، وكانت الا جات عندها شي وحده وكان عندها شي مشكل كانت كتدافع عليها وتقدر تدافع عليها بالمجان. كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيشهدوا بالاخلاق ديالها والمعامله ديالها الزوينه، ما كانش باين عليها حتى شي حاجه. ولكن من بعد ما غتوفى بنتها، وخصوصا يعني كانت خسرت جوج ديال البنيتات اللي ما كانش كتشوفهم، وتقريبا راه كيقراو في لافاك يعني مده، وعمرها ما شافت هذوك البنيات، تحرمت منهم. وكتشوف باللي حتى البنيته اللي فرحات بها حتى هي غادي تودع هاد الحياه وغادي تخليها بوحدها. داكشي اللي اثر عليها، هادشي اللي كيقولوا بزاف ديال الناس. هاد الواقعه اخوتي وقعت في مصر تقريبا 19 في شهر 8 2026. القضيه اللي باقي جديده ويعني باقي ما تصدر فيها حتى شي حكم. سالي غادي يدوزوها عند طبيب حتى يعرفوا الحاله النفسيه ديالها واش هي هذيك، يعني ما كتعاني من حتى شي مرض، وتما غادي يكون الحكم عليها. الا كانت مريضه طبيعه الحال غادي يكون عندها البراءه، وإلا ما كانتش مريضه غادي يكون عندها الاعدام، لان في مصر ما عندهم شي حكم من غير الاعدام. يعني فضيتي مع شي حد يفضيو معاك حتى هما، عندهم القنبه فقط. ولكن كيف قلت لكم الا كان ما بها، الا كانت عفوا مريضه غادي يحكموا عليها بالبراءه. انا حكيت لكم هذه القضيه للعبره فقط، الانسان يرد البال ويرد البال لعائلته او للجيران، الى شاف الحاله النفسيه ديالهم تغيرت، كانوا كيتعاملوا واحد المعامله اللي زوينه ومن بعد تغيرت، يحاولوا يدوه او يدوها لعند الطبيب باش تما تاخذ العلاج ديالها. لان خصوصا شي واحد اللي عرفوه داز واحد الفتره اللي صعيبه واثرت عليه، من الاحسن يدوه للطبيب لان الحاله كتدهور وكيقدر يدير شي مشكل اللي كبير. حنا بعض المرات كنقولوا راه مثلا توفت لها الام ديالها او لا رجلها او لا وقع لها شي مشكل او لا، راه غادي زعما غتفوت هذيك المده وغادي تصاح وغادي ترجع. ولكن كاين بعض الناس اللي ما كتفوتش هذيك المده وما كيصحوش، بالعكس ما حدهم غاديين وهما يعني كيتعقدوا اكثر وكيمرضوا اكثر وتقدروا يديروا شي حوايج اللي كارثيه كي دارت هاد المحاميه. ايوا خوتي، الله يكتب علينا مكاتب الخير والله يحد الباس. انا دابا خوتي ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم، وتسناوني في قضيه جديده ان شاء الله، وتحياتي لكم.